قد آتي بها والضغط العالي. ليو هرب، ليو هرب، ليو هرب، ليو لا، ليو ماذا يفعل؟ ليو يا سلام، والنهاية بأي أقدام. السلام عليكم يا جدعان، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بكم في حلقه العيد، الحلقه اللي كلنا فيها هنعرف ان احنا بنعمل كده. يعني كل ما اقول كلمه هتلاقي حد بيقول عليا انا بعمل كده فعلا. العيد يا جماعه مش يوم، العيد ده فيلم اكشن، رعب ودراما وفجأة رومانسيه وحاجه يعني منتهى القرف. من اول الصلاه لحد العيديه. نيجي في اول اليوم ده ما يبدا، اول حاجه المنبه بيرن كله صاحي بس في الوقت كله نايم. يعني تلاقي الواحد صاحي بس في نفس الوقت كله نايم، كله حرفيا. تلاقي واحد فاتح عينه ومغمض عينه، وابوك بيزعل ويقول له بعد ما خلصت روح هات فطار وبتاع. انا اصلا مش عارف انت مين، انا لسه بستكشفك، انا لسه مولود حالا، لسه بستكشف الدنيا. بعد ما تخلص خلاص جهزت نفسك، لبست هدومك، حطيت برفانك، نسيت اهم حاجه وهي الجزمه اللي بتضيع قبل الصلاه ب5 ثواني. انا في مره العيد كله ضاع عليا علشان انا ما عرفتش انزل، عشان كل حاجتي اللي انا بنزل فيها بلبسها برجلي كلها ضاعت. فانا قعدت في البيت في العيد ده. خلاص نزلنا لبسنا نزلنا رحنا الصلاه. بيجي بقى الاهم حته في صلاه العيد. بصراحه لازم نفتح ملف الناس اللي بتكون موجوده، من اول ولاد بنات كلاب قطط بتاع، بس هنبدا ببنات. ليه؟ انا دلوقتي بفوق يعني بشوف اللي بيصلي قدامي، بحس ان مش بالصلاه ده عرض اساسي يا جدعان. ميك اب ارتست شغاله، اعلان عن الشعر، بنت ثلاث طبقات، بسم الله ما شاء الله. انا كنت بصلي تمام وانا تمام، بعد ما خلصت لقيت بنت بتصلي تمام بس مش لابسه حجاب، مش لابسه خالص، يعني مش حتى ساتر نفسها بخمار ولا حاجه، مش لابسه خالص. فده مش صلاه، انت كده بتعبدي حاجه تانية. الصلاه اللي انت تكوني من غير اي ميك اب وتكوني تطلع نفسك، شعرك كل حاجه مش باينه، لكن انا بسم الله ما شاء الله هي مش باينه كل شعرها كله حرفيا، حتى مش باينه حاجات، هو مبينه كله. تيجي بنتي دلوقتي تسالني بتقول لي هو انت ليه بتبص علينا يا اختي الخياليه؟ احنا جايين نصلي مش جايين نفتح الانستجرام. والله في ناس بتطلع والله من الصلاه تقول يا ريحه البرفان دي، البرفان بيكون جايب من اول الصلاه لحد اخرها، من اول الجامع لحد الجامع التاني. انا ما بكونش شايف برفيوم، انا شايف كل انواع الروايح اللي جنبي. بس خلصت فرض ربنا وخلصت الصلاه خلاص، رحت البيت لقيت امك حضرت السفره وبتاع وتمام، فته واللحمه والدقه وبتاع زي الفل، كان حل حاجه زي الفل. جرب لو انت ذكر تقول لامك لقيت الرجاله هتديك، بص يا اسطى مش شاعر، هتديك قصيده، هتديك مجلد من الكلام. انت ما بتحبش اكل، انت تاكل بره وبتاع، بص وتقول لك طلقني بالمره وكل حي يروح لحاله. ونيجي لاهم حته في العيد، ما دي معايا طبعا. اهم حته في العيد هي هروب العجل. العجل بيقضي 364 يوم عايش في سلام، يجي يوم 10 ذو الحجه بيحضر جون سينا ماشي معاه في الطريق، بص بيهرب، ده بيروح احسن من ميسي والله. في فيديو شفته العجل بيراوغهم حرفيا، ما بيخش فيهم كباري، بيهرب وبيجري في الشارع والناس وراه، وفي واحد لابس شورت وتعالى ماسك الحبل وبيصرخ وغلسكوا وبتاع، وطفل بيصور تيك توك وهو بيضحك وهات العجل وبتاع. طب انا مالي، انا اللي بشوف العبث ده قدامي، انا مش فاهم حاجه اصلا. نيجي للفقره المحزنه الحلقه بتاعتنا وهي فقره العيديه. تمام، انت هتديني عيديه تمام، 10 و20 دول اتلغوا من ايام لما كانوا بيقولوا لسه بمناخيري، تمام؟ اديني رقم حلو عشان اعرف اديني، لكن انت مديني 5 جنيه، يعني 5 جنيه انا جبت في الشيء، فما تخلينيش ايه كده، عشان انا اصلا بعمل الفيديو ده علشان كل واحد يعرف هو يديني كام في الاخر، تمام؟ طب حد يقول لك انت كبرت على العادي، يا اسطى ما كبرتش والله، انا لسه صغير والله. ببص انزل العب بيلي دلوقتي، لو على العاديه تمام يا عم هصغر معاك، حاجه تانية اكبر، لكن ده هصغر معاك، العاديه تمام انا صغير فيها. واوعى يا مؤمن امك تقول لك هات العيديه شيلها، لان انت عمرك ما هتشوفها لحد ما تموت. انت تعمل ثوره بص مش هياخد عيديتك، لو عملت حرب مش هتاخد عيديتك، دخلت الخزنه انسى ان انت اديتها فلوس، انسى حرفيا. غير بقى القنوات اللي بيجيب العيال كبرت ويرسم مشاغبين، من افضل المسرحيات فعلا العيد ما يحلاش من غير المسرحيات دي. اصلا في مواقف تانية، يعني مثلا العيله كلها تكون مجمعه، في دايما خاله اللي بتقول لك انت هتنجح امتى؟ نتيجتك تقع امتى؟ طيب انت مش كبرت خلاص على الحاجات اللي تاخد عليها؟ طب خلاص والنبي، خلاص انت هتكرهني في حياتي والنبي، خلاص انا استفيت الحمد لله
وبتاع وزي الفل وكله تمام. خلاص بقى كفايه عشان انا والله هتحرق كفايه. ارخم حاجه في العيله ان عيل صغير بيكون رخم. هو مش كل العيال رخمه، بس في عيال صغيره بتكون رخمه رزقه كده، تقوم كسلك تليفونك، موقع العصير على هدومك، وفي الاخر تقوم مكرمشه. بص تطلع عينك وتيجي جنبه هتعمل عقلك بعقله. يا عم في يا عم قدم ربتك يا عم، انت كده لا هتستوي عيال صغيره. وفي النهايه يا جماعه العيد مش بس لبس والعبول وفلوس وبتاع، لا ذكريات وضحك والمواقف اللي بتحكي كل سنه ونضحك عليها كانها اول مره. اكتبوا لي في التعليقات ايه اهم موقف حصل معاكم من اللي قلته، واهم حاجه تعمل لايك، واهم حاجه انت ممكن تعملش اي حاجه في الدنيا بس انت لازم تعمل اشتراك لازم. وخليكم من عجلكم وسلام.